في ليلة كتالونية مشتعلة على ملعب سبوتيفاي كامب نو، نجح اف سي برشلونة في حسم لقب الدوري الإسباني 2026 بعد الفوز على الغريم التقليدي ريال مدريد CF بنتيجة 2-0 وسط أجواء تاريخية واحتفالات جماهيرية ضخمة. بداية المباراة ضغط برشلوني مبكر. من أول دقيقة دخل برشلونة المباراة بأسلوب هجومي قوي بقيادة المدرب هانسي فليك مع ضغط عال واستحواذ سريع على الكرة، بينما حاول ريال مدريد الاعتماد على المرتدات السريعة. برشلونة لعب بتنظيم ممتاز في خط الوسط وتحركات سريعة على الأطراف أربكت دفاع ريال مدريد بشكل واضح. لو بتحب كورة اعمل لايك واشتراك فعل الجرس. الهدف الأول راشفورد يشعل الكامب نو. في الدقيقة 9 جاء الانفجار الأول في المباراة. بعد تمريرات سريعة من لاعبي برشلونة وصلت الكرة إلى ماركوس راشفورد داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية سكنت الشباك معلنا الهدف الأول وسط جنون جماهير الكامب نو. الهدف أعطى برشلونة ثقة كبيرة وسيطرة أكبر على إيقاع المباراة. ريال مدريد يحاول العودة. بعد الهدف حاول ريال مدريد CF العودة للمباراة عن طريق الضغط والهجمات المرتدة، لكن دفاع برشلونة كان منظم جدا مع تألق الحارس وخط الدفاع في إيقاف خطورة ريال مدريد. الاستحواذ استمر لصالح برشلونة مع سرعة كبيرة في التحول الهجومي. لو بتحب كورة اعمل لايك واشتراك فعل الجرس. الهدف الثاني فيران توريس يؤكد التفوق فاير. وفي الدقيقة 9 جاءت الضربة الثانية. هجمة منظمة بدأت من وسط الملعب ثم تمريرة رائعة خلف الدفاع وصلت إلى فيران توريس الذي انفرد بالحارس وسدد بثقة داخل الشباك معلنا الهدف الثاني لبرشلونة. هدف أكد السيطرة الكاملة للفريق الكتالوني وأشعل المدرجات بالاحتفالات. التحليل الفني للمباراة: تفوق برشلونة، ضغط عالي منذ البداية، سريعة في نقل الكرة، استغلال المساحات خلف دفاع ريال مدريد، تحكم كامل في وسط الملعب، فعالية هجومية كبيرة من راشفورد وفيران توريس. مشاكل ريال مدريد: بطء في التغطية الدفاعية، صعوبة الخروج بالكرة تحت الضغط، ضعف استغلال الفرص الهجومية، فقدان السيطرة في خط الوسط. أجواء الاحتفال بالدوري: بعد صافرة النهاية انفجرت جماهير FC برشلونة بالاحتفالات داخل ملعب الكامب نو احتفالا بحسم